ايوه دخلت للجامع وجت للمحراب وقيلت وعاد ما كملت منه صارت خلطاطه الجامع قبقي وشلي وحصر وصحصر زباله المحراب خلت ريحته ما تتسمش يا سي عبد الكريم. ليه يا رسول الله هيا زعاني بلا رجع الجواب ما رجعش وماشيني ما رجع والله ما ترجعش ما رجعش يا اخي من وقتاش ولا تتكلم قدام حماك ما تحشمش وقتاش ولا تهز في صوتك على هذا جواب هذا جوابكم اي جواب هاي هذا جواب انا جوابكم ان شاء الله سبقه بيكتب باهي جوابكم جوابكم عجب عتيب شيء وشيء كسره وشيء انا زيد تقطع في الجواب زيد تقطعنا في الجواب الثاني ما تحشمش علاش تقطع في الجواب يا حمد استنى ربي خل نشوفوه وشي الهدرة خل نشوفوه جوابكم هذا هاي جوابكم هذا اي نعم جوابكم كي تبعثوه لتونس ليش انا هكا عدي للسخانة تومي وش هنعمل استنى لك الصواب يا سي عبد الكريم احنا في عوض باش نكتبوا الجواب هذا ونبعثوه نمشوا الناس كلها هيك تونس وناس تتكلم عن عمل واخرين يتكلموا عن البستان باكا بنت امك وشي انا وياك نمشوا لتونس نشكوا على البستان تاعنا لا انا وياك نمشوا مع باكا سي عبد الكريم ونمشوا لتونس نشكوا على النعامه يا جماعه وانا حنمشي لتونس وعنشكي على عين ولدي المصطفى النعمة شحطة واحدة هذا صواب ما تم يا عبد الحفيظ وقتاش تمشي انا عبد الحفيظ هاي سوا ولدك ما زالت في عين واحد ما زالت في كان عين واحد باهي اصطلى فيها واستحمد الرب البركة وليش يا حمد نمشي معك محمد من واحد يا ابن عبد الحفيظ يا ابن عبد الحفيظ اخوي ليش تعب فينا كان نشكي على روحي يا ابن عبد الحفيظ ليش تشكي احنا صغار وننجموا نمشي ونسافر ونحملوا التعب اما انت راجل كبير يا ابن عبد الحفيظ راك تمشي تتوفلنا في ثنيه نقعد واحد سلي على النبي نتاعك سلي على النبي يجي المول يا ابن عبد الحفيظ برا روح تو حقوقك الكل نجيبوها لك من تونس باهي بس هاي توا المسألة تمت بخاباك اختي وشي بري حضري ليك الجبه بتاع السكروته اللي خديتها عام 30 وحضري لي العوين بنتم وانتم بروا دبروا في العوين بتاعكم وهيوا لي بعد صلاتنا كان نشكي على روحي يا ابن عبد الحفيظ ليش تشكي احنا صغار وننجموا نمشي ونسافر ونحملوا التعب اما انت راجل كبير يا ابن عبد الحفيظ راك تمشي تتوفلنا في ثنيه نقعد واحد سلي على النبي نتاعك سلي على النبي يجي المول يا ابن عبد الحفيظ برا روح تو حقوقك الكل نجيبوها لك من تونس باهي بس هاي توا المسألة تمت بخاباك اختي وشي بري حضري ليك الجبه بتاع السكروته اللي خديتها عام 30 وحضري لي العوين بنتم وانتم بروا دبروا في العوين بتاعكم وهيوا لي بعد صلاة الفجر تعال شيبك مش حضر انت خلص يا عبد الكريم لا مرة تنسى معاه نقول له يخلصنا الساعة انا ما نمشيش الا ما يعطيني فلوس حتى نقول له يخلصني ما كانش تفاهم معاي برا يا عبد الكريم الاخضر حاجته بيك وشي الاخضر سي عبد الكريم وحما انت محسوب ما حاجتكش بيه لا حتى لا حاجتي بيه اتكلم سي عبد الكريم يحب يخليك واقف هكاك تكلم الراجل تكلم سي عبد الكريم وشي لا تكلم يا اخي انت خلصت شي جماعه اللي فاتت ما خلصت وانت خلصت لا حتى انا ما خلصت ما لا فرنسي يكلم الراجل
عبد الكريم وش هذا؟ بربي يا اخي الاخضر 15 الجمعه اللي فاتت. خالص وانا خالص ولا لا؟ وانت خالص 6 مرة. مال الاثنين مش لا خالصين. عجب والله لا هو سي عبد الكريم مثبتين. به تو الراجع الدفاتر نتاعي. وقتاش؟ كي اليوم كي غدوة كي الشهر الداخلي. اي كي عام الجاي كي بعد عام الجاي. اي كاش يا سي عبد الكريم انا من هنا اللي تشوف انت الدفاتر نتاعك. انا اش ناكل الهواء. يا ولدي سبقوا الخير تاكلوا الخير. سي عبد الكريم تعرف كيفاش؟ توا حنايا في تونس يا اخي باش ناكلوا كالعباد غادي. اي نعم. وباش نرقدوا كالبشر. اي نعم. به اما لا سي عبد الكريم خي ماذا بيك تخلصنا خلي الواحد يلقى كيفاش يقضي حاجته وما يوحلش في المصروف نتاعه وفي الدبش نتاعه. ماذا بيك تخلصنا؟ تو وش هي الخطيرة عاد تعمل هذه؟ وش هي العذرة هذه؟ خلصنا. وش هي ودروجة؟ انت مروا سبقوا الخير تلقوا الخير. وقالوا لي معناه بعد صلاة الفجر. سيب اخي سيب خلينا نتفاهم معاك. سي عبد الكريم يا اخي بربي توا يا اخي وين عن ناكلوا وين عن نرقدوا وين عن نشربوا. خويا انا تو نمشي للطباخ وندخل هكاك. سي عبد الكريم انا قرات راه قداش نشهر. قالت انا وكفايه وقرا وانا الفلوس منين؟ لا يعرفها تونس. يا رب هون عليا. لا يا اخوي حام تسكت عنا لا يبطل. يا تونس يا خويا انا ناخذ الخدمه ندبر شويه تاع فلوس باش الواحد يجي البيعه مريقله قلت معنا براينا من الفلوس. خلينا نمشي الواحد عندك مناكل وانت تو ندبر تجيب لنا من نلبس. عجب انا خيرني والله ماذا بي نمشي حتى فالس والله لا يعنيني راح خلاص وانا نجم نقعد حتى نهارين ولا 3 ما ناكلش. اما انت نعرفك بكي نعرفك لا جا وقت العشاء ولا وقت العداء تتمد خيط ونقول بعد اسمع ودي مع الخبز تحت كده. لا يا اخي انت راجل وكال ياسر اخي يكون بطك فيها الحناش ولا وجهك. انا هنا ما عندي علاش خايف. قدام هو تحت من 4 خبز. هيا بركه برا يمشي الواحد يمشي لتونس حتى فارس يتفرج حتى على الطرنفايز. وما ليش اني عارف لما يصبح راقد راك ويتحرم منها المشي. فانا الحسابات الكل جبتها معي. راني البارح حضرت وما خليتش حتى بلاصتي وما جيت الا ما عرفت كل شيء بالباوت. اول الساعه قالوا لي ما تشوف حمى واول ما تلقى يعرضك ايش اسمه يعرضك باب عليوه. ومن بعد باب عليوه قال لك تمشي على يدك اليسار تلقى باب الدزاير. من بعد باب الدزاير تطلع لفوق تلقى باب الجديد. ومن بعد باب الجديد تزيد الفوق تلقى باب المنار. وتزيد تهبط شويه تلقى باب البناويت. وتزيد وش هي باب البناويت؟ والله بالمجد سيدي في تونس قال لك فم باب اسمه باب البناويت. قال لك تجي متعدي حتى تلقاهم قاعدين بناويت. والله كان شيخات في تونس والله يا سيدي. قال لك بلاد هذا اخر بلاد قمقومه يا سيدي. قال لك كل شيء فهم كل ما يذكر الفم واللسان فهم اكثرش من التفاح تلقاه في الخريف وفي الشتاء وفي الربيع. اي نعم سيدي صحيح التفاح تلقاه في ال4 اوقات تلقاه اللي تطلبه تلقاه. والنظافه راهو شيء يضبع راهو شيء الواحد يدخله ويخرجه في الحل. راهو قال لك الكياسات تبدا تمشي فيها تبدا هكا تعمل هكا. قال لك تبدا تمشي في الكياس وتتفرج على وجهك والله بالجد والله ما نزيد كلمه. والله قال لك سكي الكسكس في الكياس وكول وما تخممش. والله والبشر والحوانيت تلقاها متعدك هكا بكلها بالله. عناونات تلقاها بالله متعدي هكا. قال لك تجي توقف في الحانوت باش تشري حاجه ما يجيكش عبد ما يجيكش انس يجيك ملايكه. هاي